السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض وصفه لذيذه كده وفي نفس الوقت سريعه، لان احنا ساعات كتير بنصحى من النوم بنبقى اللي هو مش عايزين نعمل حاجه النهارده، مش قادرين نعمل اكل النهارده، او مثلا حد جاي من شغل عايز يعمل حاجه سريعه كده ومش عارف يعمل ايه. بمكونات بسيطه جدا هنعمل اكله لذيذه جدا وهي فطيره الجلاش. شايفين معايا المكونات بسيطه قوي دي عشان خاطر باللحمه المفرومه. تمام كده، ادي معايا ربع كيلو من اللحمه المفرومه، لفه جلاش، نص كوبايه من اللبن، اي نوع لبن عندك، وبضايه، وادي دي بصلايه قطعناها وعليها معلقه من السمنه. يعني مفيش اسهل ولا اسرع من كده. طيب يلا بينا نشوح البصله مع السمنه مع اللحمه، يلا بينا. ادي دلوقتي اهو، بصوا هنشوحها مع بعض في السريع كده. واول ما البصله تدبل معايا هننزل باللحمه. ودلوقتي اهي دبلت معايا، يلا بينا ننزل باللحمه. ودلوقتي واحنا بنشوح كده هننزل بيه نص معلقه صغيره كده من الملح، ربع معلقه صغيره كده من الفلفل الاسود، ونقلب كل المكونات مع بعض كويس قوي، نديها تشويحه حلوه كده لحد ما هتلاقيها خرجت معاكي. تمام كده، عايزينها بس تخرج معانا. ودلوقتي طالما خرجت معايا كده اذا هي جاهزه. دي الحشوه بتاعتي. ودلوقتي خلاص معايا بقى التوريقه اللي احنا هنورق بيها الفطيره بتاعتي، فطيره الجلاش. ادي نص كوبايه اللبن انا حطيت عليها البيضه، شايفين كده هو بالشكل ده بالظبط. وهنبدا نحط عليها رشه من الفلفل الاسود، ولو ما عندناش فلفل اسود ممكن تحطي قرفه. وما تخافيش ان يكون القرفه بتاعتك مثلا ان هي تبقى ظاهره او باينه في الطعم ان في طعم قرفه، لا خالص، بالعكس ده هي بتكسر الزفاره بتاعه البيض وبتديها برده نكهه حلوه جدا. واحنا هنقلب كده كويس قوي اللبن مع البيض مع رشه الفلفل الاسود. ودي التوريقه بتاعتنا اللي هنورق بيها الجلاش. تمام كده، ونجيب صينيه معانا ايا كان نوع الصينيه، تحطي فيها حبه زيت كده في حدود معلقه زيت، ونبدا ندهنها كويس كده رايح جاي ومن الجناب. تمام كده بالزيت. تمام كده اهي بالشكل ده، مفيش اسهل من كده. ودلوقتي شايفين انا بحط الجلاش بالشكل ده، اللي هو تحطي الورقتين اللي هم الخفاف قوي مع بعض دول، ورقتين ورقتين، ونبدا نجيب التوريقه بتاعتنا بالشكل ده ونبدا ندهن بيها كل الطبقات. تمام كده بالشكل ده، كل ما نحط طبقه ندهنها بالشكل ده. التوريقه دي حلوه جدا، بتخليها عامله زي الفطيره وبتديها توريقه حلوه جدا لذيذه اهي. ونبدا نحط الطبقه اللي بعدها نفس الحكايه، وانتي بقى بتحطي الطبقه اللي بعدها تديها عكس. طالما احنا ماشيين بالشكل ده بالطول، المره الجايه تمشيها بالعرض. تمام كده، ادي ورقتين ورقتين اهو بالشكل ده، نمشيها كده اهو، وبرده نديها توريقه اهي. تمام كده اهو، مفيش اسهل ولا ابسط من كده. وادي معايا واحده. ونعمل برده الناحيه التانيه نفس الكلام، اللي هو بتسيبيها بتخليها بالشكل ده، اللي هي مفتحه معانا بالشكل ده، عشان لما نحط الحشوه هنقفل عليها بالجزء اللي بره ده. يلا بينا. ودلوقتي شايفين انا عملت لفه الجلاش كلها ما عدا 6 ورقتين في الاخر بالشكل ده، دول هنقفل بيهم الوش معانا، اللي هو ورقه، عارفين الورقتين الصغيرين خالص الخفاف لازقين في بعض بالشكل ده، شايفين؟ تمام، بنسيبهم في الاخر، هم دول اللي باقيين من لفه الجلاش. وبنعملها بالشكل ده. ده لو كانت الصينيه معايا مدوره. طب لو انا عندي الصينيه بتاعتي مربعه، هتبداي تعمليها عادي خالص، نص لفه الجلاش من تحت، وكل ورقتين هتعملي بينها التوريقه بتاعتنا، وهتحطي اللحمه المفرومه في النص، وبعدين تحطي نص لفه الجلاش الثانيه. لكن لو الصينيه مدوره بالشكل ده بنبدا نفردها كده كانها فستان عروسه. تمام كده. طب انا بالنسبه لي انا عملت الحشوه دلوقتي بصل ولحمه مفرومه، تمام. طب انا ما عنديش ولا لحمه مفرومه ولا الكلام ده، بس عندي شويه لانشون في الثلاجه، عندي شويه جبن، عندي شويه بسطرمه، عندي شويه شاورما لحمه، شاورما فراخ، عندي شويه خضار. يعني ممكن نعمل الفطيره دي اي نوع حشوه وبتطلع لذيذه جدا. يعني دي فطيره الناس المستعجلين، ممكن نعمل الفطيره دي بالسريع، وكمان بتبقى نافعه جدا ان في العزومات. برضو الصينيه دي بتبقى حلوه جدا في العزومات. وكمان ممكن نعملها من ضمن الاكلات، اللي هو ممكن تعملي جنبها مثلا شويه بطاطس، وصينيه الجلاش دي بتبقى حلوه جدا. طيب انا مثلا عايزه اعمل شويه ملوخيه وعيش وجلاش، او شويه مكرونه، يعني ليها كذا حاجه ان هي حاجه في السريع، تصحي من النوم كده كسلانه ان انت تعملي اكل، الاكله دي سهله جدا وسريعه. ودلوقتي هنحط الحشوه في النص، يلا بينا. ودلوقتي اهو نبدا نفرد اللحمه المفرومه بتاعتنا في نص الصينيه بالشكل ده. انا عايزه اقول لكم برضو ان هي ما بتاخدش حاجه في الفرن، انت تقفي جنب الفرن يا دوبك تاخد وش من فوق، وتبداي تقفلي عليها تديها دقيقه كده، وبعدين نقفل عليها بتطلع فطيره حلوه جدا. طب احنا عايزينها مقرمشه، تمام، هنطلعها من الفرن ونسيبها
تمام. طب انا عايزاها طريه، هتطلعيها من الفرن وتبداي تغطيها كمان شويه كده، وهتلاقيها اللي هي بدات تطرى معانا وطلعت تحفه. ادي بالشكل ده، شايفين؟ ادي كده انا ظبطت اللحمه بتاعتي وفردتها. احنا اتفقنا اي نوع حشو عندنا. ودلوقتي هنبدا بقى نلم فستان العروسه ده على جوه، شايفين بالشكل ده. ونبدا برضو كل توريقه بين كل واحده والتانيه نبدا نورق بالخلطه بتاعتنا. تمام كده، يلا بينا. ودلوقتي شايفين انا لميت كل الجلاش على جوه بالشكل ده، وبين كل ورقتين برضو اديتها التوريقه بتاعتنا. ودلوقتي هنبدا نحط الورقتين اللي هم في الاخر بالشكل ده. تمام كده، هنبدا نظبطها كده، ممكن كمان نوسعها شويه بالشكل ده، ونبدا نحطها تحت الجلاش من تحت. تمام كده، اللي هو عارفه كانك بتظبطي كده فرش ملايه السرير هو بالشكل ده، اللي هو بندخلها من جوه من تحتها اهي، اهي بالشكل ده. تمام، اللي هي تديها شكل حلو كده في الاخر معايا، شايفين؟ اللي هي لفه كده لذيذه. ادي كده قفلناها لفه حلوه. وبرده هنيجي في الاخر اهو، احنا عايزين نعملها كده عشان خاطر اللفه النهائيه. تمام، ونبدا نجيب برضو اخر حاجه في التوريقه بتاعتنا وندهن بيها الوش اهو بالشكل ده. اهو بسيطه جدا. ودلوقتي الفطيره بتاعتي جاهزه على اني ادخلها الفرن. طب انا عايزه ادلعها شويه، طب احنا عندنا حبه بركه، يبقى حلو قوي نديها رشه من حبه البركه. طب انا ما عنديش، عادي خالص، دي حاجه اضافيه من عندنا حبه بركه، عندنا شويه سمسم اللي هو ممكن نزوق بيهم الوش كده، تديها طعم وشكل حلو جدا. إيه دي حبه البركه. طب عندي شويه سمسم، ممكن برضو احط شويه سمسم على الوش. يلا ان شاء الله ما حد حوش شايفين اللي هي هتبقى حلوه جدا وشكلها بيبقى حلو جدا، اللي هما بيفرحوا بيها قوي، بتبقى طعمها لذيذه جدا اهو، اللي هي ما فيش ابسط من كده. وكمان انا حطيت اللي هو دلعتها حبتين كده، وحطيت معلقه من السمنه، حاجه بسيطه كده اللي هو طعميها من فوق. تمام، اللي هو تقطعيها حتت صغننه كده ونوزعها على وش الفطيره من فوق. طيب احنا هندخلها على فرن سخن. تمام كده. طيب بعد ما ندخلها على الفرن السخن على الشبكه، تشغلي من فوق ومن تحت، تقفي جنبها. اول ما تاخد وش معاكي من فوق هتقفلي من فوق، وتسيبيها اللي هو نص دقيقه كده من تحت، وبعدين نقفل عليها. عايزينها تبقى طريه نطلعها من الفرن ونغطيها على طول، عايزينها تبقى مقرمشه هنسيبها مكشوفه عادي. تمام، يلا بينا. ونسيت اقول لكم برضو ان انا بدخلها الفرن تاخد تشميعه بسيطه، وبعدين بخرجها عشان خاطر اقطعها. ليه بقى؟ لانها بتكون، بصوا اللي هي عامله ازاي، اللي هي متماسكه معايا، اللي هي بدات اللي هي تنشف سيكه، اللي هي تتشرب معايا. فببدا اخرجها من الفرن بعد ما تاخد تشميعه بسيطه خالص كده، اقطعها وبعدين ارجعها الفرن تاني. يلا بينا. ودلوقتي بعد ما طلعناها من الفرن، شايفين شكلها عامل ازاي؟ طلعت خطيره، اللي هو بالشكل ده، شايفين؟ وطبعا اللي هي ما شاء الله عليها، بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله. شايفين التوريقه؟ شايفين ورقت معايا ازاي؟ طالما مورقه معايا كده، بصوا عامله زي الفطيره، حلوه جدا. جربوها، وصفه لذيذه جدا. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، واشوفكم على خير فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.